السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي حكايات أم العيال، ومعاكم أم العيال. لو عجبتكم القناة ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وتعملوا لي لايك حلو منكم، وتكتبوا لي كومنت حلو منكم تشجعوني بيه، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل القصص الجديدة، وكمان عشان نرفع القناة مع بعض. وكمان ما تنسوش يا جماعة تقولولي انتي من اي بلد بتتابعوني. قصتنا النهاردة مش حكاية عادية، دي حكاية سر كبير محدش عرفه غير بعد ما صاحبه مات. سر بيوت قد ايه في ناس عايشة بينا أبطال حقيقيين، لكن بطولتهم في الخفا. تعالوا نسمع الحكاية من أولها، نشوف حكايتنا النهاردة بتقول ايه. كان في راجل بسيط اسمه عمو حسن. عمو حسن كان نجار بسيط عايش في قرية صغيرة. حياته كلها كانت شغل في الورشة ورجوع على البيت، يعني كان ما بين البيت والورشة، ما بين الورشة والبيت. مراته كانت ست طيبة جدا وجدعة، عندها 3 ولاد، محمود وسعيد، والبنت الصغيرة كان اسمها نجلاء. كان عايش حياة عادية جدا، لا فلوس زيادة ولا مظاهر غنى، لكن الناس كلها كانت تشهد له بالطيبة والجدعنة. ولاده كانوا دايما يسألوه ويقولوا له: يا بابا انت طول عمرك شغال ومش بنشوف منك فلوس كتير ليه؟ كان يضحك دايما ويقول: البركة في القليل يا ولاد، أهم حاجة نعيش مستورين. لكن الحقيقة إن في سر كبير كان شايله، محدش يعرف عنه حاجة. عدت سنين، ولاده كبروا وكل واحد انشغل في حياته، لحد ما في يوم جاله تعب شديد، وبعد يومين بس توفى إلى رحمة الله. روحه طلعت لبريئها. القرية كلها حزنت عليه، لأنه كان محبوب من كل الناس. بعد العزاء قعدوا ولاده يرتبوا ورق البيت. وسط الورق لقوا ظرف مليان إيصالات بريدية، كل إيصال باسم شخص واحد: أرملة فلان في قرية تانية. الإيصالات دي بقالها أكتر من 15 سنة. صحيح المبلغ كان بسيط، بس كان مستمر، مكانش بيقف خالص ولا مرة. ولاده دايما اتصدموا: مين الست دي؟ وليه أبونا كان بيبعت ليها فلوس من ورانا؟ بدأوا يشكوا، هل في سر غلط؟ هل كان عايش حياة تانية؟ هماش عارفين الحقيقة. كل واحد فضل في دماغه حاجة معينة. الفضول خلاهم يقرروا يروحوا القرية دي. ركبوا العربية وسافروا، وكل واحد منهم في دماغه حاجة غير التانية. وهماش عارفين ايه ده، وهماش عارفين ابوهم عمل كده ليه. ولما وصلوا سألوا على الاسم اللي مكتوب على الإيصال، وفعلا وصلوا لبيت بسيط جدا وشكله فقير جدا. فتح ليهم الباب شاب في أوائل الثلاثينيات. أول ما عرف إنهم ولاد عم حسن دموعه نزلت وقال: انتوا مش عارفين أبوكم كان ايه بالنسبة لنا. دخلوا البيت ولقوا ست كبيرة قاعدة. أول ما سمعت إنهم ولاد حسن قامت تبكي وتقول: الله يرحمه، الراجل اللي عمره ما سابنا. الولاد وقفوا محتارين لحد ما الست بدأت تحكي وتقول: أبوكم كان صديق أبوكم الله يرحمه من 20 سنة. أبويا فجأة في حادثة توفى. قبل ما يموت كان دايما يقول لعم حسن: لو جرالي حاجة عيالي أمانة في رقبتك. وفعلا بعد ما مات أبويا كان عم حسن بالنسبة لنا الأب، كان هو اللي شايلنا، ما كانش فيه حاجة غير لما بيجيبها لنا. ومن يوميها وكان أبوكم يا جماعة هو اللي شايلنا، ما كانش معاه أي حاجة. أبويا لما توفى ما كانش معاه أي حاجة، وأبوكم هو اللي شالنا ووصى علينا. أبونا هو اللي وصى علينا بعد ما مات، قبل ما يموت معلش. الولاد كانوا في حالة ذهول. أبوهم اللي كانوا فاكرينه مجرد نجار بسيط طلع شايل أسرة كاملة من غير ما يعرفوا. محمود الابن الكبير قال للست: طب ليه عمرنا ما عرفنا؟ ليه ما قالش؟ ردت بحكمة وقالت: أبوكم كان يقول الخير اللي يتقال عليه بيروح أجره. أنا بعمل لوجه الله مش عشان الناس. ولاد عم حسن بكوا بحرقة، حسوا بالندم إنهم كانوا دايما يفتكروا إنه مقصر معاهم، وحسوا بالندم كمان علشان هم ظنوا فيه ظن وحش. رجعوا بيتهم وهم رافعين راسهم.
لأول مرة يشوفوا أبوهم بعيون مختلفة، مش مجرد أب، لكن راجل وفي، راجل عايش بجدعنة، علمهم إن الرجولة مش بالكلام، الرجولة فعل وصمت. ومن يومها ولاده قرروا يكملوا مسيرته، بقى كل شهر يزوروا الأسرة دي ويكملوا المساعدة. كان يقولوا لو أبونا عاش في الخفا بطل، إحنا كمان لازم نكمل بطولته. لو أبويا عاش في الخفا بطل، إحنا كمان لازم نكمل بطولته. والناس دي لازم نودلها زي ما أبونا كان بيعمل، لأن الناس ما كانش ليها مصدر غير أبونا، وإحنا لازم نكمل معاهم وفي الخفا زي ما أبويا كان بيعمل. وده الخير اللي بيتعامل يا جماعة. دي كانت قصتنا النهاردة، حكاية أب عايش بسيط لكن مات بطل. سر واحد خلى ولاده يعرفوا إن القلوب العظيمة مش لازم تكون غنية، لكن لازم تكون مليانة وفاء. لو القصة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة حكايات أم العيال، واستنوني في حكاية جديدة إن شاء الله. لو قصة النهاردة عجبتكم قولولي في التعليقات قصص شبهها، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.